اه طبعا، ايه المشكله؟ احنا مش داخلين مشروع. انت هتخش معايا بكام في المية وانا اخش معاك بكام في المية؟ ده كلام بعيدا عن النضج. اهم حاجة ان احساسك ده ينتهي من جواكي، لان احساسك بالنقص عنده للأسف هيتنقل ليه. فبالعكس، خلي عندك عزة، خلي عندك نفس. كلنا طالعين من أسر متوسطة، في اللي كمل متوسط وأقل من المتوسط، وفي الطموح اللي فضل يدعبس ورا الحياة لحد ما قدر يكون شخص واقف على رجليه. عيلته الثرية دي مولودة ثرية؟ طب عيلتهم اللي قبل كده مولودة ثرية ولا كلهم عندهم طموح اشتغلوا على نفسهم؟ اوعي تحسسيني انت اقل منه. الراجل مش عايز الست اللي تصرف عليه، الراجل عايز ست متعلمة. لو قلتي لي ان انت مستوى تعليمك وثقافتك وانتوا الاتنين مش متفاهمين مع بعض وانت اقل منه، هقول لك في خطر. لكن الماديات انت ولا تصرفي عليه يا بنت الحلال ولا تصرفي على اولاده، انت هتعيشي على مقدرته. لو هو النهارده مقدرته عاليه هتعيشي عليها، لو لا قدر الله حصل له ظروف هتعيشي برضه على مقدرته القليله. الست بتعيش زي ما بيقولوا كده في اللغه الدارجه في كنف راجلها، مش بتعيش على مستواها هي. واذا حسيتي للحظه ان هو بيفكر بالامور بالطريقه دي، قولي له لا يا حبيبي، ده انا قيمتي كبيره قوي، ده انت مش عارف، ده انا فلوسك لا تعني عندي شيء، ده انت اذا ما كنتش شخص كويس انا اصلا ما كنتش افكر فيك حتى لو معاك مال قارون. ده بقى اللي بيسموه التطبيع، مش بتاع السياسه، لا التطبيع. يعني ايه؟ هل احنا النهارده كل اتنين بيرتبطوا ببعض بيبقوا شبه بعض؟ لو ما كانش في مشكله بالنسبه لك في موضوع الغيره كان هيبقى في مشكله تانية. فانت مشكلتك في موضوع الغيره، انتوا الاتنين بتحبوا بعض فكل واحد منكم هيقرب للتاني. انت عندك مشكله او ما عندكش مشكله، هي ما بتتقاسش كده. والله انا واحده ست غيوره، مش معنى كده ان التانية اللي مش غيوره صح وانا غلط، لا، دي شخصيتي. اللي بيحب حد بيقبله بالوحش قبل الحلو. فانا النهارده راجل غيور، عندك مليون سبب تبقى غيور، شايف نظرات الرجاله وقاعد سامع بيقولوا على البنات ايه، ومش عايز البنت اللي معاك تبقى كده. حقك، وهي كمان حقها ان هي تغير عليك، وعارفه كويس قوي البنات وعارفه نظرات البنات. فانت لما تقعد معاها ولا احنا بنحب بعض، انت هتقربي لي وانا هقرب لك. انت تشتغل على نفسك، تحاول تقلل الغيره شويه، هتحاول تخلي طريقتها في التعامل مع الرجاله تتطور. ما هي البنت النهارده لما بتبقى لوحدها في العالم غير لما بيبقى معاها راجل. لما بيبقى معاها راجل بتفهم طبع الراجل، بتفهم الرجاله التانيه بيفكروا ازاي، بتفهم وهي لابسه اللبس الفلاني نظره الراجل ليها غير هي ما فاكره، بتبقى فاهمه كويس ان نظرات اعجاب الرجاله ليها غير ما هي كانت فاكره. فانت فهمها، خلي الموضوع يطلع من جواها، فهمها انت غيران ليه، فهمها بشكل مبسط مش زعيق وخناق. هي هتفهم، وفي نفس الوقت انت تحاول تكنترول شويه. كل ما هي تعمل حاجه ترضيك انت حاول تكنترول غضبك وتحاول تقول لها شكرا، انا شايف منك تحسن كبير، ربنا يخليكي ليا. هنقرب انت شويه وهي شويه، وانت هتتعود على فكره وهي كمان هتتعود. وعشان كده مثلا اول سنه جواز بيبقى فيها التطبيع ده، فانتوا الحمد لله ان انتوا دلوقتي على البر تعرفوا تطبعوا. بصي يا ستي، في بعض الحالات بتبقي انت مقتنعه بالشخص بعقلك، ومع الوقت والعشره بيبتدي قلبك يدق له. لو انت شايفه ان هو معاكي بقاله فتره كافيه انك تعرفيه وبرضه قلبك ما دقلهوش، يبقى انا انصحك ان انت تسيبي الموضوع دلوقتي وتنتظري ربنا يبعت لك حاجه فيها توازن بين العقل والقلب. لو بصيتي تو ستوريز قبل كده هتلاقيني بقول ان الجواز عفه. فبالتالي لو انا هتجوز شخص عشان هو بالعقل كويس، العقل ده مش هيعفني. كونه ان هو بيصرف عليا كويس ده مش هيعفني. كونه انه دكتور ده مش هيكفيني. انا ممكن اتنازل شويه بطموحاتي بس اتجوز راجل انا حباه وهو حبيبني، عشان المجهود اللي انت بتبذليه بعد الجواز لو من غير حب يبقى تقيل عليكي وهتزهقي، وهو على الناحيه الثانيه هيبقى حاسس انه مش طالع من قلبك. الجواز حاجه والعلاقه اللي على البر دي حاجه ثانيه.